السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي الحلوين عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في تقييم ويك 6. ده اخر تقييم هينزل. خلاص بعد كده داخلين العيد علينا وامتحان الشهر بعد كده. امتحان الشهر داخل فيه اول 6 ويكس، تمام؟ اللي هو لحد اول ليسون في شابتر 2. فركز معايا، اتمنى ان انت تكون سمعت اول ليسون في شابتر 2، او على الاقل يعني لو انت سمعت اي شرح اخر تكون سمعت بس النوتس بتاعت الحل، انها تساعدنا جدا جدا وهتخليك تحل بمنتهى السهوله هذا الويك باذن الله تعالى. هتلاقيها بعنوان تيبس اند تريكس في التشانل عندنا باذن الله. question number 1 في الهوم بيرفورمانس بيقول ايه؟ بيقول لك which of the following is an or of two elements of S block element. فطبعا احنا في النوتس بتاعتنا قلنا ان الاور اللي بيتكون من 2 element من الاس بلوك الكارنلايت، اللي هو كان اسمه ايه؟ كسل مجسل 6 ميه، فكان يحتوي على المغنيسيوم وعلى البوتاسيوم، يعني 2 element اهو. which of the following express electronic structure of الالكالي element. الالكالي element دول اللي هم الجروب 1A، اوكي، اللي هم الالكالي ميتال يعني. فبالتالي كلهم بينتهوا بايه؟ باس 1. فين هنا اس 1 يا دكتور محمود؟ في هنا اس 1 اس 1. طب بس اس 1 دي 10 دي، الاس 1 دي 10 دي، لا ده كده يبقى ترانزيشن element. يبقى كده ترانزيشن element. احنا كان عندنا اس 1 دي 10، ده اللي هو كان الكبر وده كان ترانزيشن. لكن انا عايز اس 1 فقط. 3 الكالي ميتال اكس وواي وزد when burned in a pure oxygen produce the following ايه؟ oxides. which of the following is correct. طب واحده واحده. الاكسايد بتاع الزد ده كان سوبر اوكسايد، والاكسايد بتاع واي ده كان بيروكسايد، والاكسايد بتاع اكس ده كان نورمال اوكسايد. اللي يعمل نورمال اوكسايد ده حاجه زي الايه؟ الليثيوم. واللي يعمل بيروكسايد ده حاجه زي الايه؟ الصوديوم. واللي يعمل سوبر اوكسايد حاجه زي الايه؟ البوتاسيوم. بيقول لك هنا ان الاليمنت زد ده از لايكلي تو بي روبيديوم. الزد ده على فكره هو اللي يعمل سوبر اوكسايد، مش بس البوتاسيوم، هو فعلا الروبيديوم والسيزيوم يعملوه برضه، فدي تنفع. فالاجابه دي تنفع. طيب هل الاكس من حيث الكيميكال اكتيفيتي الاكس الليثيوم اعلى من واي؟ لا، لان انا كل ما بنزل كل ما الكيميكال اكتيفيتي بتزيد. طيب هل اكس الاكسيديشن نمبر حد اعلى من التاني؟ لا يا باشا، ده كلهم من ال1 اي، كلهم بوزيتيف 1، ازاي حد اعلى من التاني؟ طب هل X2O is considered oxidizing agent؟ النورمال اوكسايد oxidizing agent؟ لا، السوبر اوكسايد والبيروكسايد هم اللي oxidizing agent. 3 unknown salt XYZ exposed to non-illuminant او non-illuminated flame observation with are follows. هنا عندنا الفليم طلع كريمزون ريد ده الليثيوم، جولدن يلو ده الصوديوم، لايت بيربر ده البوتاسيوم. فهو بيقول لك طبعا يبقى ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، الانسر بي. which of the following reaction doesn't produce oxygen gas. هل ديزولف ال KO2 ان الهيدروكلوريك اسيد ده ما يطلعش الاكسجين جاز؟ تعال نجرب. ادي ال KO2 اهو بلس ال HCl، KO2 بلس ال HCl. هجوز اللي بره مع اللي بره، واجوز اللي جوه مع اللي جوه. فلما اجوز اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه يطلع لي KCl، ويطلع لي H2O2، ويطلع لي O2، لانه قلنا اي سوبر اوكسايد في اسيد او ميه بيطلع لي الاثنين دول. اي سوبر اوكسايد في اسيد او ميه بيطلع لي الاثنين دول. فده بيطلع اكسجين، انا مش عايزه، انا عايز الاكسبشن. برضو ده سوبر اوكسايد بيدوب في ميه هيطلع اكسجين. بوتاسيوم سوبر اوكسايد مع كربون دايوكسيد بيطلع اكسجين، لو انت فاكر ان ده كان بيستخدم في الايه؟ في البيوريفيكيشن بتاعه الجو، تنقيه الجو من الكربون دايوكسيد. فكان زي البلانت كده يحول الكربون دايوكسيد لايه؟ لاكسجين، ويديني سولت كربونات. كلام محترم. اذا ده برضو بيديني اكسجين، يبقى اكيد الاخير ده ما بيدينيش اكسجين. الليثيوم ميتال كومباشن الليثيوم ميتال ان اوكسجين وديزولفنج البرودكت ان ووتر ده ما بيديش اكسجين اهو. ادي الليثيوم مع الاكسجين يديني الكومباوند ده. طب الكومباوند ده لما اعمل له رياكشن مع الووتر يديني ليثيوم هيدروكسيد، واجوز اللي جوه مع اللي جوه. لا، هو من غير حاجه، هو كده عندي هنا الميتال ده او الميتال اوكسيد اللي هو البيزك اوكسيد ده مع الميه يديني هيدروكسيد على طول. خلاص، كلام محترم. فمفيش اكسجين في الموضوع. سؤال نمبر 6 which of the following express oxidation number of metal M in the super oxide MO2. طبعا اي سوبر اوكسايد يبقى الاكسجين فيه بنيجاتيف هاف. element X is an alkali metal burn in oxygen to form oxide containing ionic O negative 2. يعني O negative 2 ده النورمال، اوكي. فيبقى الاليمنت ده الليثيوم. كلام محترم. the following represent element X or the resulting oxide. ماشي. هل السمول ionic size of الايون X prevent it
from forming other oxide. بسبب ان الراديوس بتاع الليثيوم قليل، ده اللي منعه ان هو يكون بقيه انواع الاكسيد. oxidation number of element X in the oxide is positive 2. لا، هو الاكسيديشن نمبر بتاع الاليمنت X الليثيوم دايما بيبقى positive 1. element X is used in manufacture of photoelectric cell. لا، ده كان السيزيوم والروبيديوم. resulting oxide is strong oxidizing agent. لا، ده كان السوبر والبيرو oxide. which of the following choice express correct order of الالكالي metal according to their strength as a reducing agent. اوكي، reducing agent يعني من حيث الاكسيديشن وسهوله فقد الالكترون. كل ما كنت بنزل كل ما الاكسيديشن بيبقى اسهل وسهوله فقد الالكترون. كل ما كنت بنزل فيبقى الروبيديوم اعلى من البوتاسيوم، اعلى من الصوديوم، اعلى من الايه الليثيوم. الدراي تيست can be used to detect الالكالي metal in their salt where each of them emit light and wavelengths emit light with wavelength and frequency specific to each element. Which of the following express reason for emission of characteristic spectrum of each element؟ ايه اللي بيسبب ان لما برمي السولت على النار يطلع لون؟ رجوع الالكترون من مستوى اعلى لاقل. رجوع الالكترون هو المسبب الرئيسي. return of excited electron to their ground energy level. 3 consecutive elements Z, Y, X are in group 1A. The one with the lowest atomic number is X، يبقى اقل atomic number فيبقى فوق. Z مع البيور اندر بريشر، كلمه اندر بريشر دي بيبروديوس اوكسايد نيجاتيف 1. اوكي، يبقى بيبيرن ان البيور اوكسجين اندر بريشر تو بروديوس اوكسايد containing ذا انوين O2 نيجاتيف 1، يبقى ده البيروكسايد. بيروكسايد هو المفروض بصراحه هنا ما يقولش اندر بريشر لان البيروكسايد بيتكون بايه؟ مع تمبريتشر فقط، ولكن انا عرفتها ادق من الايه؟ من الاو2 نيجاتيف دي، فيبقى ده طبعا حاجه زي الايه؟ الصوديوم. تمام. Which of the following present the correct order of الهيدروكسيد of this according to alkaline property؟ واحده واحده. هو قال لي كلمه مهمه ان هم الثلاثه دول consecutive جايين ورا بعض، وقال لي ان الاكس ده اقلهم في الاتوميك نمبر يعني فوق، وعرفت ايضا ان الزد ده هو الصوديوم. تمام، كلام محترم. طيب انا عندي هنا الاكس ده، وبعد كده الايه؟ الاكس هيبقى فوق والزد ده هيبقى تحته، فيبقى الواي هو اللي تحت عندي كده اللي هو البوتاسيوم. فيبقى ده مثلا ليثيوم، بعديه صوديوم، بعديه بوتاسيوم. عرفتهم منين؟ قال لي الثلاثه ورا بعض، وعرفت ان الزد اللي في النص ده هو الصوديوم، وعرفت ان الاكس موجود فوق لان هو اقل اتوميك نمبر. كده انا عرفت الثلاثه. طب ارتب الثلاثه ازاي من حيث الالكالينيتي؟ كل ما كنت بنزل كل ما صفه الالكالاين بروبرتي دي ما كانت بتزيد، فيبقى الواي المفروض اعلى من الزد، اعلى من الايه؟ الواي اعلى من الزد، اعلى من الاكس. خلينا بعد كده على الويكلي اسسمنت اللي بيقول لك بوتاسيوم سوبر اوكسايد is considered as strong oxidizing agent. يعني give reason ليه البوتاسيوم سوبر اوكسايد ده is considered as strong oxidizing. هتقول له الفكره بقى كلها ان هذا السوبر اوكسايد كان بيديزولف ان ايه؟ ان ووتر او اسيد، وتكتب له الاثنين ايكويشن. فلما كان بيديزولف كان بيديني ايه؟ بوتاسيوم هيدروكسايد وبيروكسايد وايه؟ واكسجين. والحاجات دي طبعا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. ولكن دول في ال1 a اداني الالكترونيك كونفيجريشن. طبعا ده الكترونيك كونفيجريشن مين؟ الليثيوم. اللي اخره 3s1 ده الصوديوم، اللي اخره 4s1 ده البوتاسيوم. which of the above element form oxide play role in purification الاير in carbon dioxide او purifying الاير of carbon dioxide؟ طبعا ده كان الكي او 2، فيبقى الاليمنت سي الكي او 2. which of the above element can be extracted from الهالايت اور؟ والله اللي ممكن اجيبه من الهالايت ده صخره ال NaCl اسمها الروكسول، فطبعا الصوديوم اللي هو البي. is difficult to obtain البيروكسايد ده from burning الالكالي ميتال ام with البيور اوكسجين. مين هو ام؟ طبعا اللي صعب قوي انه يجيب بيروكسايد، الوحيد اللي ما ينفعش يجيب بيروكسايد الليثيوم. طب اتس ذا سكند بيريود، الليثيوم في سكند بيريود فعلا. هل هو في الثيرد؟ لا. هل هو في السكند؟ في الثيرد لا، هو في السكند. ولما يتحرق الاوكسايد اوكسيديشن نمبر الاكسجين يبقى بنيجاتيف 2، يعني يكون نورمال، وبيدي نورمال. طب هل هو في سكند بيريود ويعتبر اكبر راديوس؟ لا، ده اقل راديوس اصلا. which of the following choice is represent element X and compound Z؟ X مع الاكسجين اداني هذا الايه؟ الاوكسايد. الفكره المميزه ان الاوكسايد ده بيرياكت مع السي او 2، قلنا الاوكسايد الوحيد اللي بيرياكت مع السي او 2 ده السوبر، يبقى ده حاجه زي الكي او 2 مثلا، يبقى اكيد ده مثلا حاجه زي الايه؟ الكي. طيب هل ده مثلا ممكن يكون طبعا كي واي حد يجي سوبر غيره، يعني سيزيوم، روبيديوم، الكلام ده. صوديوم ما ينفعش وليثيوم ما ينفعش. هل هو بوتاسيوم ويبقى الاوكسايد بوتاسيوم سوبر اوكسايد؟
طبعا ينفع. هل يبقى روبيديوم ويبقى الزد ده كربونات؟ لا، ده اوكسايد لان اكسجين ده. هتبقى الانسر ايه يا صديقي العزيز؟ بي. النموذج بي بيقول لك البوتاسيوم سوبر اوكسايد كان بيوز تو بيوريفاي انكلوزد سبيسز فروم الكربون دايوكسيد. قول له طبعا، لان الكربون دايوكسيد لما بيقابل البوتاسيوم سوبر اوكسايد بيتحول لكربونات واكسجين. قلنا قبل كده وزعناهم، لا ده دول جداد بقى. 4s1 ده البوتاسيوم، 5s1 ده مين اللي بينتهي 5s1 ده اللي هو ما قبل الاخير الروبيديوم، وال6s1 ده اخر واحد خالص السيزيوم. Which of the above elements its oxide MO2 dissolve in water and produces the strongest alkali؟ مين الاوكسايد بتاعه MO2 بيديزولف ان ووتر وبروديوس ذا سترونجست الكالي؟ اللي بيديني سوبر اوكسايد مين من دول؟ تعال نشوف. انا هنا هختار السيزيوم. هما الثلاثه بيدوني سوبر اوكسايد، ولما يدوبوا يدي الكالي، ولكن السيزيوم هو اكتر واحد تحت، فهو اقوى الكالي. طب مين اللي يتسحب من الكرنلايت؟ طبعا البوتاسيوم ايه يتجمع من الكرنلايت، اكستراكتد. كلام محترم. element M of first group when exposed to a non-illuminated flame turn blue violet. blue violet ده اخر درجات الفايولت، وده كان اخر واحد خالص السيزيوم. which of the following options describe element M؟ السيزيوم ده في الثيرد بيريود؟ لا ده كان في السكس. في الفورث؟ لا في السكس. هو سادس واحد من حيث الاباندنس؟ لا هو سادس واحد في البيريود، لكن سادس واحد من حيث الاباندنس ده كان الصوديوم. هل هو في السكس بيريود ويوز ان فوتو الكتريك سيل؟ طبعا هو والبوتاسيوم كانوا يستخدموا. using the following diagram which of the following choice represents the color of spectrum of the element X and the formula of compound Y and Z؟ طيب واحده واحده. بيقول لك ان الاكس ده مع الاوتو اداك واي، والاكس مع الاوتو اداك زد. طالما لقيت اتموسفيريك بريشر يبقى اكيد هنا الاوكسايد ده هو سوبر اوكسايد، لان بيقول لك اوتو يبقى اكيد الناحيه الثانيه سوبر اوكسايد او اوكسايد يعني. الضغط ده اكد لي ان هو سوبر اوكسايد. حلو. اللي بيدي سوبر اوكسايد حاجه زي البوتاسيوم، الروبيديوم، السيزيوم. حلو. هنا بقى بيقول لك اكس مع اوتو وحطيت تمبريتشر فاداني واي. ده بقى بصراحه ممكن يكون كذا حاجه، فتعالى واحده واحده نتاكد. بيقول لك هل الزد ده ممكن يكون NaO2 السوبر اوكسايد؟ مظبوط. طيب وواي ده هو نفس الاليمنت؟ ماشي. لا على فكره في غلط، الصوديوم ما يديش سوبر اوكسايد، انا اسف، دي غلطه من عندنا. الصوديوم ما يديش سوبر اوكسايد من اول البوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم فقط. طيب هل الاليمنت ده بوتاسيوم؟ ينفع. الاليمنت ده ليثيوم ما ينفعش، فدي تنفع ودي تنفع. احنا قلنا ان الزد ده لازم يكون سوبر اوكسايد اهو. واي ده احنا قلنا خلاص هنفرض ان هو بوتاسيوم. طب البوتاسيوم مع الاكسجين لو مفيش بريشر يديني ايه؟ بيروكسايد عادي. خلاص فممكن عادي ان واي تكون بيروكسايد. طب البوتاسيوم بيديني لون بيل فايولت بالظبط كده، فهي دي تبقى الاجابه. السيزيوم ميتال از يوز ان فوتو الكتريك سيل واي لانه اللايت انرجي او هي عنده لو ايونايزيشن بوتنشال، فكان اللايت انرجي sufficient to lose electron. فكانت اللايت انرجي sufficient to lose الالكترون from الميتال سيرفيس. الفولوينج تيبل مديني element اللي اخره 3s1 ده صديقي العزيز الصوديوم، ال4s1 ده البوتاسيوم، وال5s1 ده هو الروبيديوم. Which of the following element require high temperature up to 300 degrees Celsius to react with الأكسجين to form هذا الأكسيد؟ طبعا الإيليمنت ده هو الصوديوم A. طب ليه ما ينفعش بي أو سي؟ لأن قلنا ال 300 دي يبقى صوديوم على طول. Which of the above element are difficult to extract from their ores during their low concentration and high extraction cost؟ طبعا الروبيديوم والسيزيوم هم اللي كانوا بيتميزوا بالخاصية دي، إنهم صعب ألاقيهم. Element M from group 1A can be extracted from الهالايت ore. Which of the following represent الاليمنت ايه؟ الاليمنت M. اللي جاي من الهالايت طبعا ده الصوديوم. الصوديوم في الثيرد مش في الفورث. ممكن بينقي الكربون دايوكسيد؟ لا ده كان البوتاسيوم. السادس من حيث الاباندنس؟ ايوه هو ده الصوديوم. طيب بيقول لك هنا مع الاكسجين اداني الاكسيد ده. الاكسيد ده مع الميه بيديني بيروكسيد. بص طالما بيديني هيدروجين بيروكسيد يبقى ده اكيد كان حاجه مثلا زي الصوديوم بيروكسيد او حاجه. هو ده اللي بيديني بيروكسيد فقط من غير اكسجين. تمام. وكان طبعا بيتحول الى مثلا ايه؟ صوديوم هيدروكسيد، فرضا ده لو كان صوديوم يعني. اوكي. يبقى ده من الاول خالص يكون صوديوم. ممكن يكون كذا حاجه تانية غير الصوديوم، ممكن بوتاسيوم، ممكن روبيديوم، لكن مستحيل يكون ليثيوم. خلاص ممكن صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم. هل الواي ده احنا قلنا عليه ان هو لازم يكون بيروكسايد؟ ماشي. طب ما ده سوبر، لا وده سوبر برضه.
فتبقى الانسر بتاعتي يا صديقي العزيز بي. كده احنا خلصنا هذا الويك. اتمنى ان انت علشان تقدر ان انت تلم الويك ده تمام قوي، فيديو النوتس برشحه وبقوه ليك جدا. اتمنى ان انت تكون استفدت، اتمنى ان انت يكون الليسون ده خلص. اسيبك بقى في اجازه العيد واسيبني انا اريح، لان انا فعلا بجد مرهق. خلاص بنفنش، فنريح في العيد بقى، وان شاء الله تعالى يعني قبل يوم الوقفه اتمنى وارجو من الله يعني ان يكون فيديو المراجعه قدرت ان انا اخلصه ونزل بفضل الله تعالى. ماشي، لو بقى نزل يعني ايه في العيد بتاع، خلاص انت ايه يبقى ذاكر من بعد هو نزل لك، وانت ابدا يا باشا زي ما انت عاوز بقى. شوف انت وامتحانك وانت ووقتك، هيبقى عندك التايم بتاعه وانت اضرب ايه بوقتك وكده. بس واستودعك يعني عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.